السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض احلى تحلية كده سهلة وخفيفة ومقاديرها على قد الايد للاطفال ياخدوها معاهم المدرسة. معانا هنا كوباية لبن كبيرة وبيضاية وكوباية من الزيت صغيرة، ومعانا 2 خميرة، ومعانا 3 معالق سكر كبار. ونقول بسم الله كده ونبدأ ونحط اول حاجة السكر بتاعنا على اللبن. لازم اللبن يكون دافي، وعشان طبعًا هنحط عليه الخميرة نعمل لها تيست كده نشوفها شغالة والّا بايظة. فهنا عندنا كيسين خميرة هننزل بيهم على اللبن الدافي بتاعنا، لإن إحنا هنا عايزين الخميرة بتاعتنا العجينة بتاعتنا تفور بسرعة، لإن إحنا في الشتا طبعًا زي ما أنتم عارفين بتاخد وقت. فهنحط الكيسين كده، أنتِ عايزة تستعملي كيس واحد براحتك، بس أنا حبيت إن إحنا ننجز في الوقت، وحطينا الكيسين وغطيناهم كده، وزي ما أنتِ شايفة فارت معانا. يبقى الخميرة دي تمام التمام. وننزل باقي المقادير، هننزل بالزيت ومعاهم رشة ملح. أي عجينة طبعًا إحنا لازم نحط لها رشة من الملح، وهتقلبيهم في بعض كده. وهنجيب كيلو الدقيق بتاعنا هناخد نصه، ولو احتجتي اكتر من نصه هتحطي شوية شوية لحد ما العجينة بتاعتك تلم. وهنجيب البضاية ناخد البياض بتاعها ونخلي الصفار كده على جنب، ونعجن العجينة بتاعتنا، لان الصفار بتاعنا ده هنحتاجه بعد ما نشكل العجينة هندهن وشها. وزي ما انتم شايفين كده العجينة بتاعتنا لمت، ما اخدناش الكيلو طبعا، هو نص كيلو او ازيد من نص كيلو بشوية. هتفضلي كده تعجنيها لحد ما تديكي العجينة اللي انت شايفاها، وتغطيها وتسيبيها كده لحد ما تختمر. وطبعا زي ما انت شايفين اختمرت وبقت زي الفل، والصفار احنا قاعدين خلينه على جنب. هنلم العجينة بتاعتنا كده هنفردها على الصينية. مش عايزينها تبقى طبقة رفيعة قوي، عايزينها متوسطة بحيث ان هي تديكي سمك للدوناتس. وزي ما انتم شايفين كده هتجيبي القطاعة بتاعة الدوناتس، لو ما عندكيش هتجيبي غطا صغير وغطا كبير، وتعملي كده في قلب بعض الدواير، وتاخدي الزيادات دي وتعجنيها من الاول كده وتفرديها وتقطعيها لحد ما تخلصي الكمية كلها. انا هنا عندي خلصت الكمية واتبقت الصغيرة دي، فالاطفال عملوها واحدة صغيرة زي ما انت شايفة كده. عملت لنا حاجة وعشرين او 20 مش فاكرة الصراحة. ودهنا وشها بصفارة البيض ودخلناها في الفرن، تبقي مسخنة الفرن قبليها. وهنعمل تيست كده، نحط السكينة اللي ما طلعتش معانا فيها عجينة يبقى استوت. وزي ما انت شايفين ما لزقتش. لازم تدهني رشة زيت في الصينية وتسيبيها تختمر، وبعدين تدخليها الفرن. وبعدين معانا هنا هنشوف الصوص اللي احنا هنعمل بوش الدوناتس. هتجيبي نص كوباية من اللبن، ومعاها 3 معالق كاكاو كبار، وشوية زيت صغيرين كده، والسكر حسب الرغبة 3 معالق. انا حطيت هنا 3 معالق سكر كبار. وهتقلبي تفضلي تقلبي كده. انا عايزة تحطيهم في الخلاط حطيهم، بس انا حبيت اعملهم بالمعلقة، لان الخلاط هيضيع لك نص الكمية، ويبقى احنا كده هدرنا الحاجة بتاعتنا. فانتي لو عندك مضرب سلك صغير ممكن تقلبي كده في قلب الكوباية. انا قعدت اقلب بالمعلقة لحد ما ادينا القوام اللي انت شايفاه ده. هتجيبي طبق صغير وتحطي فيه الكمية اللي انت عملتيها، بحيث ان احنا ننزل الدوناتس زي ما انت شايفة كده، ونزين الكمية كلها. خلي الأطفال في الوقت ده يساعدوكي يعملوا معاكي يفرحوا كده. الأطفال كانوا قاعدين حواليا وبيناولوني الدوناتس زي ما انتم شايفين، ومالينا صينية العشاء بالدوناتس. مش لازم تبقي بارعة، مش لازم تبقي يعني عاملة الحاجة بيرفكت. الأطفال هيفرحوا بأي حاجة مامتهم هتعملها لهم، وخصوصا هتعملها لهم بكمية كبيرة. وكان عندنا هنا فورماسيلا زينا الوش، وكان الأطفال فرحانين بيها. وزي ما انت شايفة كده جميلة وتفتح النفس. ويلا كده قدمي لهم في الصينية. ولو الأطفال عايزين ياخدوا لأصحابهم مفيش مانع ياخدوا لأصحابهم ويفرحوهم معاهم في المدرسة. ولو عجبتك كده يلا كده ما تحرمنيش من اشتراك ولايك، وخدي فكرة واطبخي بكرة. مع ألف سلامة.